في مفاجأة جديدة، لن يكمل قائد المنتخب الوطني ياسين إبراهيمي تربصه مع المنتخب الجزائري، وغادر متوجها إلى الدوحة قطر حيث تقيم عائلته الصغيرة. وكان ياسين إبراهيمي أكثر اللاعبين تعرضا للانتقاد في مباراة أمس ضد غينيا بعد الأداء الهزيل الذي قدمه وأغضب من ورائه الجماهير الجزائرية، حتى أنه لم يتقبل أن تصيح الجماهير في وجهه بعبارة إبراهيمي ارحل، وهو الفيديو الذي انتشر بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يكون سببا في غضب إبراهيمي ورفضه البقاء في معسكر المنتخب الوطني. بينما أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الجمعة في بيان لها أن لاعب نادي الغرافة شعر بآلام في أوتار الركبة خلال المباراة الماضية ضد غينيا، وكشفت الفحوصات الطبية الإضافية التي أجراها صباح الجمعة عن إصابته، وبذلك فقد أعلنت أن ياسين إبراهيمي سيغيب عن المباراة المقبلة ضد أوغندا المقررة يوم الاثنين 10 جوان في ملعب مانديلا الوطني في نامبول كامبالا ضمن الجولة الرابعة من تصفية كأس العالم لكرة القدم 2026. ما رأيكم فيما يحدث في المنتخب الوطني؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.